بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد سيد الرئيس أن أكون بين ظهريانكم اليوم في هذه البقعة الجغرافية المباركة بجانب الأستاذ خرطة الذي أكن له الاحترام، وكذلك سيدي أحمد حيدار، وكذلك سيدي سمير بن شريف، وبحضور سيدي نقيب والسادة أعضاء المجلس ومجموعة من الزملاء. دعيت من طرفكم لأن أكون مناقشا لهذا العمل العلمي، لكن تمنيت من خالص قلبي تمنيت لو وجدت أمامي موضوعا آخر غير هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع كما يقول الإمام الغزالي كالناس ثلاثة أصناف: الخاصة والعامة وخاصة الخاصة. وقد وصلت من العمر عتيا والمتكلم لديه أكثر من 70 مرجع. أقسم لك بالله لو دعيت لأن أكتب في هذا الموضوع لقلت السجن أحب إلي مما تدعون إليه. وسأبين لك ذلك من موقع علمي صرف، إذ منذ البداية أقف لك احتراما وإجلالا، وأقف للأستاذ خرطة والسادة الذين جاءوا ليناقشوا هذا الموضوع. وهذا الموضوع ليس موضوعا قانونيا صرفا، وإنما يحمل حمولة سياسية، اسمعني، حمولة سياسية في توازنات الدولة المغربية. سأوضح لك ذلك. ولذاك أبقاهما الله قد منحاك المال والحنان والحضانة، لكن نحن هنا سنوشحك بدرجة علمية ستلازمك طيلة حياتك. فإن كان هذا العمل ضعيفا فإننا نتحمله معك، وإن كان في المستوى فإننا صانعه معك. لهذا فملاحظاتي ستكون من أجل التجويد وليس من أجل القدح. فملاحظاتي سأخذها وأنا أصل إلى 60 من عمري، وسأناقشك برصيد المهني وأنت في حياتك المهنية لم تتجاوز 26 سنة. بعبارة أخرى، أن هذا الموضوع الذي تناقشه اليوم يصعب على أي باحث ولا دارس ولا قاضي حتى في محكمة النقد أن يستحضر الآن إشكالاته القانونية. ومنذ البداية أقول لك إن الاختيار هو أكثر من موفق، وأنك حينما ولجت إليه فإنك قد غامرت مغامرة لا يمكن إلا أن تكون مغامرة الأشداء. ولكن ليكن صدرك رحبا، لأن اللكمات والضربات ستأتيك من كل جانب. إن كنت أحبك فإن موقعي كأستاذ أو كمناقش يقتضي الأمانة العلمية أن أناقش معك بشكل من التجرد. لهذا من الناحية الشكلية سأناقش معك 3 ملاحظات. أولا، من الناحية الشكلية، حينما قرأت هذا العمل فإن اللغة العربية هي تقوم على الجملة الفعلية، واللغة الفرنسية والعامية الأصل فيها أنها اسمية. ولهذا من أجل التجويد حينما تكتب وتحلل وتفكر وكأنك من أبناء الريف، لأن العامية والريفية كتشحيت نبدأ دائما بالاسم ولا نبدأ بالفعل، والحال أن الفعل في الجملة هو الأصل. الملاحظة الثانية أنك التحقت بالقانون المصري وناقشت القانون المصري كقانون مقارن، لكن حينما تناقش القانون المصري فأثرت بالمرجعية القانونية المصرية إلى درجة أنك أصبحت تستعمل اللغة المصرية تتحدث عن المعارضة بمعنى التعرض، أصبحت تتحدث عن المحاكم الجزئية. وهذه المفاهيم كلها مفاهيم تجد أساسها في المرجعية المصرية، لكنها لا وجود لها في القانون المغربي. تتحدث عن الإشهار. الإشهار مؤسسة في القانون المصري
لكن نحن بعد تعديل 2011 ميز المشرع بين مفهوم التسجيل وبين مفهوم التقييد، ووحد المصطلح، وأصبح لدينا التقييد في السجلات العقارية، في حين أن مفهوم التسجيل هو ينصرف إلى استخلاص رسوم الإدارة الجبائية لا غير. الملاحظة الثالثة وهو النقل، ويقع فيه طلبتنا، وأنا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وحينما أردت أن تؤصل أحمد خرطة القرآن الكريم، بمعنى أن الطلبة الآن من شدة ما يملكونه من السرعة لا يرجعون إلى المرجع في أساسه، وإنما ينقلون بالواسطة. لهذا فهذه مسألة معيبة. المسألة الرابعة أنك غامرت حينما تناولت موضوع قاضي التنفيذ، والحال أن عندنا 115 نسخة لقانون المسطرة المدنية، 115 منهم رؤساء ومدراء الموارد البشرية من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. مشاو الناس وجاو الناس، وكل ما مرة يتم فيها التعديل، بمعنى أنك نتحدث عن 15 مشروع لقانون المسطرة المدنية، إلى أن يحط بنا النقاش وأنت قد انتهيت من العمل في ذلك المشروع الذي تم إحالته أمام المحكمة، أمام الغرفة. إذن من حيث الموضوع، وهنا بغيت نناقش معك، هذا قاضي التنفيذ هل هو مؤسسة مستقلة أم لا؟ طرح أمام المشرع النقاش التالي: واش بغيتوا قاضي التنفيذ كمؤسسة مستقلة كمحكمة للتنفيذ مع كل ما سجله الأستاذ سيدي أحمد، أم أننا نريد أن مؤسسة التنفيذ باختصاصات ضعيفة ومقزمة؟ في القانون المغربي الآن من خلال المشروع أشنو دار؟ رؤساء المحاكم في المغرب 83 ولا 112 محكمة ابتدائية ما بغاوش قاضي التنفيذ، بمعنى أن هل يمكن أن نقول إن قاضي التنفيذ هو الذي يحق له أن يصدر أمرا بإجراء حجز تحفظي؟ ولا بمعنى أن رؤساء المحاكم فاش شدوا في مقدمات التنفيذ، إذا كان الحجز التحفظي والحجز مال المدينة الصغير والحجز الارتهاني والحجز الاستحقاقي تعتبر كلها من ماذا؟ من مقدمات التنفيذ. الأصل أن تمنح لمن؟ لقاضي التنفيذ. وما قال لك لا، يجب لهذه الاختصاصات التي هي إما أن تكون اختصاصات ولائية أو تكون اختصاصات استعجالية، يجب أن تبقى لرئيس المحكمة بصفته ماذا؟ بصفته الولائية وبصفته الاستعجالية. بمعنى أن المؤسسة التنفيذ داخل القانون المغربي الآن تنقسم إلى 3 اختصاصات. رؤساء محاكم عندهم اختصاصات في التنفيذ بصفته الولائية وبصفته الاستعجالية. المحكمة منحها المشرع إذا تعلق الأمر بمسطرة الاستحقاق الفرعية، بدعوى الاستحقاق الفرعي حينما تريد أن تخرج، أو عن طريق مسطرة الإنذار العقاري، أصبحت المحكمة مختصة. ثانيا نختص قاضي التنفيذ. السؤال اللي بقى مطروح في القانون المغربي، هذا الشيء ما عرفتيش وما يمكنش تعرفوا، لأن وهذا سيطرح مشاكل العملية الآن. قاضي التنفيذ متى يشتغل قاضي التنفيذ؟ متى يشتغل قاضي التنفيذ؟ قاضي التنفيذ في القانون المغربي متى يشتغل؟ حينما نكون أمام حكم أو قرار حائز لقوة شيء مقضي به، بمعنى أن المشرع في المشروع وضع اختصاصات قاضي التنفيذ في قواعد التنفيذ الجبري للأحكام، حتى يكون عندك سند ابتدائي غير مطعون فيه بالاستئناف، استئنافي حضوري، أما إذا كان استئنافي غيابي فإنه ما يزال يقبل التعرض، فإذا كان يقبل التعرض فإن النزاعات المتعلقة به يختص بها رئيس المحكمة. بعبارة أخرى، إذا كان الحكم أمر استعجالي قضى بالطرد، استنفتيه أمام محكمة الاستئناف، أردت أن تثير الصعوبة، من المختص؟ هل رئيس المحكمة
أم الرئيس الأول إذا كان النزاع معروضا أمام محكمته أم قاضي التنفيذ؟ كيقول لك ماشي قاضي التنفيذ. كتقول لي علاش؟ كيقول لك لأن القاضي التنفيذ لا يشتغل إلا إذا كان السند الذي يجرى التنفيذ على أساسه ماذا؟ حائزا لقوة الشيء المقضي به. أما الأحكام الابتدائية المشمولة بالنفاذ المعجل القانوني، الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل القضائي، الأحكام القرارات الاستئنافية المشمولة بالنفاذ المعجل القانوني أو القضائي، الصعوبة في التنفيذ لا يختص بها قاضي التنفيذ، وإنما يختص بها رئيس المحكمة. بمعنى أن سدوا الكاميرا رؤساء المحاكم ما بغاوش يتلقوا من اختصاص قاضي التنفيذ، وجاءت لنا مؤسسة قاضي التنفيذ مؤسسة بدون اختصاصات. متى نختص؟ نختص في حالة واحدة، حتى يكون القرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به. أما الحجوزات وتحويل الحجوزات التحفظية والمصادقة على الحجز في إطار مسطرة مال المدينة لدى الغير، من الذي يختص بها سيدي عالم؟ رؤساء المحاكم وشادين في هذا الاختصاص، ما بغاوش يطلقوه. ولكن متى يشتغل هذا القاضي؟ متى يشتغل؟ يشتغل إذا كان القرار حائز لقوة الشيء المقضي به. واخا سيدي في الناظور دابا، الناظور بمجرد تطبيق قانون المسطره المدنيه غتكون عندنا محكمه ابتدائيه ذات الاقسام المتخصصه. كيفاش قال الاستاذ؟ ياك هادشي اللي غيكون، لان ما عندناش محكمه تجاريه وما عندناش محكمه اداريه. بمعنى داخل المحكمه الابتدائيه اش غيكون فيها؟ رئيس المحكمه ورئيس القسم التجاري ورئيس القسم الاداري وقسم قضاء الاسره. بمعنى ان المجال الولائي والاستعجالي سيمارسه رئيس القسم. انا داخل المحكمه هذا الناظور، فين كاين هذا الناظور؟ ندير داي حاجه تحفظي، شكون غيعطي لي؟ اذا تعلق الامر بدين اسري عند من غنمشي؟ عند رئيس القسم قضاء الاسره. اذا كان تجاري عند من غنمشي؟ عند القسم التجاري. اذا كان كراء مدني عند من غنمشي؟ بمعنى ان رئيس المحكمه اصبح له ثلاث ضرات. شنو هو؟ رئيس القسم ورئيس القسم المدني ورئيس القسم التجاري. بالإضافة إلى ذلك داخل المحكمة ديال الناظور ما الذي سنجد فيها؟ هذاك اليتيم شكون هو؟ قاضي التنفيذ. فمن ثم فإن تساؤل سيدي سمير كان مشروعا. هل هذا قاضي التنفيذ سينفذ ويفتح الملفات المتعلقة فقط بالقضاء المدني أم بقضاء الأسرة أم بقضاء التجاري أم بالقضاء الأسري؟ لهذا باين العلامات من الآن. لهذا ما الذي يخفي هذا النقاش؟ هو غياب إرادة سياسية تشريعية من أجل أن ننقل بمؤسسة قاضي التنفيذ إلى محكمة للتنفيذ. لهذا من الخطأ الاعتقاد أن تقول أن قاضي التنفيذ يختص بالصعوبة الوقتية في التنفيذ. متى يختص؟ إذا تعلق الأمر بالسند التنفيذي. ولكن قبل أن يكون هناك سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به فإن الصعوبة في التنفيذ تبقى من اختصاص رئيس المحكمة. والجديد الذي جاءت به قانون المسطرة المدنية المشروع وهو أن جميع الأوامر التي تصدر عن رئيس القسم المحكمة الابتدائية تستأنف من الرئيس الأول وليس أمام محكمة الاستئناف في تشكيلتها الجماعية. والغريب في الصدف أنه إذا صدر أمر استعجالي أم أمر ولائي برفض طلب حجز تحفظي من طرف السيد رئيس قسم الأسرة التجاري راه لا يستأنف أمام الرئيس الدولي، يستأنف أمام من؟ أمام رئيس القسم لدى محكمة الاستئناف. بمعنى أمام محكمة الاستئناف ديال الناظور غتدخل غتلقى 4 المحاكم باختصاص نوعي. وحينما يستأنف عند رؤساء الأقسام، بمعنى أن الرئيس الأول له. وفي قاضي التنفيذ؟ قاضي التنفيذ أصبح معاقل، حيث المشرع والسؤال ديال سيدي أحمد راه كان وجيه، قال لك علاش قلتي الأجل الاسترحامي؟ هذا الشيء اللي عطاه المشرع، عطاه الصعوبة الوقتية. لكن أي صعوبة من الصعوبات الوقتية؟ الصعوبة الوقتية إذا كان السند الذي يجرى التنفيذ. ياك ما استطعتكم؟ لا تفضل. نعم السيد نقيب. لا لأن كان
باز لك وهذا الموضوع اللي دخلتي فيه والله لا باز لك، والله كون استشرتي غنقول لك اودي لا، لانه من المواضيع الخطيره والمواضيع الصعبه. وما يؤكد ذلك ان منذ سنه 1974 ذلك التضارب بين رئيس المحكمه في اطار فصل 149 و436 ذلك النقاش ما زال مطروحا وسيطرح الى ان يتم تعديل قانون المسطره المدنيه فيما بعد. اذا فكل ما تعلق الامر باختصاص قاضي التنفيذ نميزه. انا عندي صعوبه، امر استعجالي قضى بالطرد استأنفته امام محكمه الاستئناف، اثناء التنفيذ تهدم العقار، عند من غنمشي؟ انا ما نمشيش عند قاضي التنفيذ، لانه اختصاصه رهين بان يكون السند الذي يجرى التنفيذ على اساسه حائزا. عند من غنمشي؟ واش عند الرئيس الاول؟ هناك اتجاه في القضاء كيقول لك سير عند الرئيس الاول في اطار مقتضيات الماده 149 في فقرته الثالثه. هناك اتجاه من قضايا محكمه النقد كيقول لك لا، العبره كما جاء على في كتاب الاستاذ اشنو قال، هناك 3 توجهات، هناك من ياخذ بمعيار فتح الملف التنفيذي لاختصاص الرئيس الاول ورئيس المحكمه، هناك من ياخذ باعتبار التماثل كيقول لك 436 هي 149 ينقل الاختصاص الى الرئيس الاول، وهناك اتجاه اخر ياخذ بقوه الشيء المقضي به، بمعنى ان الذين وضعوا هذا النص اش داروا؟ قالوا حينما يكون السند غير لم يرتقي بعد الى قوه الشيء المقضي به، شنو غنديروا؟ ماشي الاختصاص ديال الرئيس. وبالله عليكم الرئيس قاضي التنفيذ الذي لا يأمر بالحجز التحفظي، واش هذا قاضي التنفيذ؟ قاضي غرض هذا، شنو غيقضي؟ ما عندك لا حجز مال المدينه لا الغير، لا حجز تحفظي، لا تحويل حجز تحفظي، لا حجز تنفيذي، لا بيع. عندي شغل قضي في اطار الشغل بالاجره، تم بيع المنقول، وتيرات الصعوبه اين ستثار؟ امام رئيس المحكمه. لماذا؟ لان الضابط الذي اخذ به المشرع شنو هو؟ ماشي هو الضابط، بمعنى منحه. كذلك الطفل الذي أراد أبوه أن يربيه فأراد ضربه على حنكه ففقأ أحد أعينه. ها نحن نتبجح بماذا؟ بقاضي التنفيذ. وخلاصتك بطبيعة الحال أستاذ الفاضل كانت خلاصة قيمة. حينما نريد أن نوجد قواعد التنفيذ أشنو غنديرو؟ خص تكون عندنا محكمة وهو قاضي التنفيذ له اختصاص موضوعي وله اختصاص وقتي، وعنده كذلك الصعوبة الموضوعية. بمعنى قاضي التنفيذ بدون اختصاص موضوعي، حكم ابتدائي قضى برفض طلب الإفراغ، استئنافيا تم الإفراغ، فرغوا السيد، مشى النقد، رجع من النقد، قال يرجع الحالة إلى ما كانت عليه، وجد العقار مهدوما. هذه صعوبة موضوعية أو صعوبة وقتية؟ هذه صعوبة موضوعية. إذا أصبح محكمة الموضوع التي بتت في السند التنفيذي موضوعا هي المختصة بالصعوبة الموضوعية مع وجود قاضي التنفيذ، بمعنى أن قاضي التنفيذ بالشكل الذي جاء في مشروع قانون المسطرة المدنية غير الآن في المشروع لا يفي بأي غرض، وإنما يعتبر مؤسسة معتلة. خذوها مني لأن غنناقشوا النص، خذوها مني. لا يبت في الانذار العقاري. بغيت ندير منازعه في الانذار العقاري. مساله التالي، شوف جميع الصعوبات بمجرد يكون الحجز التنفيذي محكمه النقد تقول ان هناك عنصر الاستعجال. لا يشترط من ناحيه القانون ومن حيث قضاء محكمه النقد لفتح الملف التنفيذي ولانعقاد الاختصاص في الصعوبه الوقتيه ان يكون هناك ملف تنفيذي، بمعنى انت غير ملزم باثبات عنصر الاستعجال، لأن محكمة النقد تقول إن عنصر الاستعجال لا يتحقق. الفكرة ما قبل الأخيرة، اسمحوا لي لا طولت، واش مرة أخرى ما تجيبليش. واحد المسألة أخرى اللي احنا كمحامون للأسف كمحامون أستاذ، نعم بغيتي نديروا النموذج ديال النقيب. الملاحظة ما قبل الأخيرة التي أريد أن أتناولها، وهو أن قاضي التنفيذ خطأ جاء المشروع وقال له اختصاصات ولائية وله اختصاصات استعجالية. كل ما في الأمر أن كل ما صدر عن رئيس المحكمة، كل ما صدر عن رئيس القسم تجاري لإداري
قضاء الأسرة يستأنف أمام الرئيس الأول بصفته ماذا؟ جهة استئنافية، ولا يستأنف أمام محكمة الاستئناف في تشكيلتها الجماعية. المرجو منك أن تعيد صياغة الفقرة. ما قبل الأخيرة مع الأستاذ حيدر، الاختصاص بالنسبة لقاضي التنفيذ لا يبت كقاضي موضوع. لماذا؟ لأن يتواجد أمامه سند تنفيذي سبق لقضاء الموضوع أن حسم فيه، أو أمر استعجالي يكتسب حجية أو قوة الشيء المقضي به، لكنها حجية مؤقتة يمكن العدول عنها إذا تغيرت الظروف، ومن ثم فإن قاضي التنفيذ بهذا الشكل لا يشتغل إلى وفق الظروف. القاعدة الأخيرة التي أريد، ما بغيتش ندخل معك في العقار، جيتي كتقول إذا تعلق الأمر بالحجز، أعطيني راه قاضي التنفيذ ما عندوش الحجز، واخا جبتي ليه السند كيفما كان، باستثناء إذا كان حائزا لقوة الشيء المقضي به. بمعنى إذا عندك سند حائز لقوة الشيء المقضي به، قرار استئنافي قضى عليك بهذا 10 مليون ديال الدرهم، بغيتي دير حجز تحفظي، فتحتي الملف التنفيذي، درتي حجز تحفظي، عند من غتمشي؟ خصك ترجع الرئيس، ولا يحق لك أن تذهب إلى قاضي. إذا يعتبر جهة للتنفيذ ولا يعتبر جهة للبت في مقدمات التنفيذ. وإن كان هناك اتجاه في قضاء محكمة النقد يقول إن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأوامر المبنية على طلب لا ينقل الاختصاص إلى الرئيس الأول ولو كان النزاع معروضا على محكمته، بمعنى أنه دائما الأوامر التي تصدر بناء على مجال ولائي خاص فإنها تبقى من اختصاص رئيس المحكمة ولو كان النزاع معروضا أمام محكمة الاستئناف، لأن الذي ينقل الاختصاص إلى محكمة الاستئناف هو يكاس دي بوراس، هو المجال الاستعجالي. فالأوامر تقبل الطعن بالاستئناف أمام تشكيلتها الجماعية. الآن في المشروع الرئيس الأول هو الذي يبود، أو رئيس القسم التجاري. نقطة أخيرة وهي خطأ شائع، ليس كل حكم يصدر عن القضاء يفترض فيه التنفيذ. الخطأ اللي عندنا احنا، واعتقدنا ونحن نمارس مهنة المحاماة، كل حكم يصدر عن القضاء يجب أن ينفذ، والحال أنه قد يصدر عن القضاء لكنه قد تحدث صعوبات موضوعية مانعة من تنفيذه. لهذا فتح المشرع الصعوبات الموضوعية ديالاش من أجل استحالة التنفيذ. وبذلك حينما تناولت أنه يجب أن لهذا قلت في كتابك إذا تعلق الأمر بالحجز يجب الإسراع بتقييده. الحجز كالميت، والميت يجب الإسراع بإكرامه، وإكرامه هو دفنه كالعقد. إذا انصب على العقار يجب الإسراع بإكرامه، وإكرامه دفنه، ودفنه هو تقييده إذا تعلق الأمر بالعقار المحفظ. وإذا كان في طور التحفيظ فعليك أن تقوم بإيداعه، وإذا كان غير محفظ فعليك أن تضمنه في السجل الخاص الذي هو ممسوك لدى رئيس المحكمة طبقا لمقتضيات المادة 453. سيدي علاء، هنيئا لك بهذا الموضوع. كنت فظا غليظ القلب، ولكن ما يشفع لك أنك حينما ناقشت مؤسسة قاضي التنفيذ خلقت هذا النقاش، وخلقتنا نقول كلاما ما أراده المشرع وما أراده إرادة واضعي التشريع. فإننا ننتظر منك أن تشتغل عليه في الدكتوراه، وأن تؤصل لمشرع ربما لا يطمئن إلى رجال التعليم ولا يطمئن إلى رجال الفكر. فإن لو تمت مشاركتنا كمهنيين لا تجاوزنا مجموعة من الإشكالات القانونية. وحبذا كنتقاتلوا المحامي كتقاتل في الحكم ابتدائيا واستئنافيا ونقدا، وكيجيبوا فتح الملف التنفيذي اش يوقع. لهذا تقدمنا بمقترح اللي كاين في جميع التشريعات: عمل المحامي يمتد إلى التنفيذ. بغيتي تشري دوز مع المحامي، بغيتي تشري تبيع دوز عن طريق المحامي. إذا تشكلت برجوازية في فرنسا ديال المحامون خدمتهم لي فوا دي اكزيكسيون،
هما ما يسمى بقواعد التنفيذ. ما يمكنش شري كاع، ما يمكنش شري طوموبيل، ما يمكنش شري بورتابل في المحكمة إلا عن طريق المحامي، وهو مختص في جميع المنازعات. كتجيب الحكم سند تنفيذي كتعطيك الكتاب الضبط. هناك سميتهم اللي كيقول ابن كيران، هما عفاريت يشتغلون في ملفات، بغينا ولا ما بغيناش حنا ما كنمسوش المؤسسه. القضاء انتهى، القضاء من حيث الفصل في الخصومه انتهى دوره. اصبحنا الان في عمل ولائي اداري صرف، وان كان منظما في قانون المسطره المدنيه. اذا كنت بينكم فاذا ادركتنا الوفاه فنسالكم الدعاء، إذا أدركتنا الوفاة فهذه المداخلة تذكر. شكرا لك على هذه الدعوة، وشكرا للأستاذ خرطة. تحية للأستاذ سيدي أحمد، تحية للأستاذ سيدي سمير، السيد النقيب، السادة أعضاء المجلس، نشكركم على حسن الإصغاء. فإن كان منا من عيب فما سمي الإنسان بالإنسان إلا لإنسه وقلبه بقلبه لأنه يتقلب، وإن كنت قريبا إلى قلبي فإن قواعد العمل العلمي تقتضي أن أقوم الاعوجاج إن وجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.